العراقي يأمل أن يتغير الواقع في مختلف المجالات للحصول على حقوقه بشكل يسير لتأمين احتياجاته الاقتصادية والصحية والتعليمية، لا سيما أن الحكومة ترصد سنويا موازنات ضخمة جدا، إلا أن العراق ما زال في مراحل متأخرة في ترتيب الدول التي توفر حقوق المواطن. تقرير الزميل مصطفى حميد. 6 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر حسب بيان لمنظمات عالمية أجرتها على الفقراء، ولا سيما إن من يتحمل هذه المسؤولية ليست الحكومة فحسب، وإنما مجلس النواب من خلال تفعيل بعض القوانين التي تخدم المواطنين، ولا سيما قانون البنى التحتية، على الرغم من أن بعض الفقراء يعيشون في عشوائيات على حدود المدن والأقضية. بالنظر لسياسة النظام السابقة عبر سنوات عقود التسعينات وإلى 2003 حقيقة كان هنالك شبه تعطيل لطاقات الشباب لانسياقهم كلهم في الجيش، أدى هذا إلى وجود بطالة كبيرة بالعراق لم تستوعب لا دوائر الدولة إمكانية استيعاب هذا العدد الكبير اللي تراكم عبر سنوات طويلة. بعد السقوط الحقيقة عانينا معاناة أخرى، وهي أنه جميع البنى التحتية في العراق ومنها الاقتصادية بالذات تم ضربها وتهديمها من قبل القوات التحالف. هذا خلق أعباء كبيرة بحيث حوصرت العديد من الكفاءات وأصحاب الشهادات، عدم وجود لهم منافذ عمل. الحقيقة هذا ساعد على اتساع خط الفقر بالعراق، إضافة إلى غياب البرنامج الحكومي للنهوض بواقع الفقر، منها شبكة الرعاية الاجتماعية لا زالت دون مستوى الطموح، لا زالت المبالغ اللي تدفع للعوائل لغرض انتشالها من خط الفقر مبالغ ضئيلة، أعتقد 150 ألف دينار وهي لا تساوي شيء. فيما يرى مختصون ومسؤولون حكوميون إن العراق أعطى شوطا كبيرا في مجال حقوق الإنسان وتوفير الاحتياجات لهم، ولكن بالمقابل هناك طريقا طويلا حتى يصل العراق إلى ما وصلت إليه بلدان عديدة في هذا المجال، وتأمين بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الصحة والتعليم والسكن والعمل. مسألة الفقراء اللي بالعراق، فيما لو رجعنا إلى موضوعنا الأول اللي هو إلغاء الرواتب التقاعدية، تتحول جزء من هذه الرواتب وهذه الميزانية الضخمة إلى الفقراء إلى المتقاعدين، أعتقد راح يكون هناك عملية توازن، لكن عملية أنه ليس موجود هناك طبقة وسطى بالعراق، طبقة فقيرة وطبقة غنية، هذا الفارق الموجود هو اللي يخلق الفجوات، هذا ده ينعكس سلبي على المجتمع، ده ينعكس حتى على المستوى العلمي والتطور التقدمي بالدولة. أيضا هناك أجندات خارجية تفرض نفسها أنه يبقى العراق على مستوى حد معين من التعليم، من التطور، من الاقتصاد. تلبية تلك الحقوق بين أفراد الشعب الواحد مسؤولية مشتركة لا تتحملها الحكومة فحسب، وإنما مجلس النواب أيضا والكتل السياسية التي تسبب خلافاتها تعطيل بعض القوانين التي تخدم المواطنين في المحافظة. مصطفى حميد، قناة ديالى بعقوبة. تستخدم صافرات الإنذار في السيارات الحكومية في الحالات الضرورية لفسح المجال لها، إلا أن